صديقي الماركتير والميديا باير والبرفورمانس ماركتير، الكلام ده اللي هقوله هو عشانك وعشان مصلحتك. انا في عملاء كتير جدا بتساكوا وبتيجي تسالني على التعاقد، مش بقول لك ان هم بيتعاقدوا معايا او مع غيري، بيسالوا حتى على التعاقد. بسمع دايما جمله انا سبت اللي قبلك ليه؟ فبحب اسمع الجمله دي قوي. اول سؤال بساله عشان اشوف ده كعميل ينفع اشتغل معاه ولا هيعمل معايا زي ما عمل معاك. يقول لي جمله اصل والله واحنا بنتفق في البدايه قال لي هخلي لك الرواز كذا، هخلي لك الليدز سعرها كذا، هعلي لك الكواليتي بتاعت الليدز بنسبه كذا، وللاسف بعد ما اشتغلنا شهر ما حققش اللي هو قال عليه. فبساله سؤال مهم قوي، بقول له طب هل هو في تطور او تحسن حتى لو بسيط يعني ملموس؟ بيقول لي بصراحه في تحسن بس مش باللي قال عليه. فالنوع ده من العملاء وهم للاسف كتير جدا جدا جدا، هم بيبقوا شايفين اللي انت بتقوله ده هو بروميسنج ولازم تحققه، لو ما حققتوش فكده اندر ديليفري، فبالتالي السلام عليكم مش هنشتغل معاك، هنشوف اللي بعدك، لان انت اللي قلت بلسانك انك ينفع ده يجي في الموديل ده من البيزنس، بس للاسف ما عرفتش توصل له. فارجوك، انت شاطر وبتعرف تعمل نتائج كويسه جدا، واكبر دليل ان انت عملت له تطور من اول شهر، بس هو اللي مش فاهم، هو اللي متسرع. فبلاش اصلا انت في البدايه وانت بتعمل اي كونتراكت مع حد او تيجي تعمل اي ديل مع حد يبقى في عندك اوفر بروميسنج. حاول تخليك ريزونبل، حاول اصلا ما تقولش ارقام ولا تقول كي بي ايز من البدايه ينفع تعمل من اول شهر، ولكن قول له خلينا نحط الكي بي ايز بعد اول شهر. بس اللي اقدر اوعدك بيه ان شاء الله كده كده هتلمس تطور، هتلمس ان في تغيير، وانت اكيد فاهم الكلام ده وفي المجال وعارف انت بكلمك الكلام ده تقول لعميل، هتشوف كل ده بنفسك ان شاء الله. فبلاش اوفر بروميسنج لانك انت بتظلم نفسك، لان انت شاطر وشاطر جدا، بس العميل هو اللي مش فاهم وبياخد كلامك انت، هو ده اللي بياخد دليل قصادك. اعمل بس اللي بقول لك عليه ده، هتلاقي نفسك في الاخر العملاء اللي من النوع ده هتلاقيهم مستقرين معاك اكتر. وخد بالك ما تقولش يعني العميل مش فاهم في داهيه العميل وبتاع، لا، انك النهارده العميل مش فاهم دي مش في داهيه، العميل مش فاهم ده افهمه واكسبه. احنا في سوق، بلاش النهارده الحته بتاعت ان انا كده كده حد جامد وحد تقيل فيروح عميل ويجي 10 غيره. الموضوع مش كده الا اذا العميل ده كان حماده بالجنزبيل خالص، لكن لو مش فاهم يفهم ويكمل ويشتغل وتحول له قصه نجاح وستوري ما حصلتش. ربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفقكم.